السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. الطلبه اللي بتقول هنتكلم بخصوص بنك المعرفه، والطلبه اللي بتوع اولى وثانيه اللي بيقولوا ده مش عارفين نخش على بنك المعرفه بالايميل اللي الوزاره مديهولنا، بيدي فشل في التصديق. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. تعالوا نشوف نحل الموضوع ده ازاي. طبعا عملنا من شويه وتعرفنا يعني ايه نعمل ايميل ازاي. تمام؟ اي متصفح اللي انا بحكيه ده نعمله من اي متصفح، او اعمله من التابلت بتاعك، سواء تعمل بقى من تليفون، من كمبيوتر، من التابلت، واكتب بنك المعرفه هيظهر لك زي ما هو بالشكل ده. هتكتب الايميل بتاعك هيظهر لك ويقول لك فشل في التصديق. طب نحل اللغز ده ازاي؟ ما مش كل مره هم مدينا ايميل مش هنعرف نقول ايه اصل احنا مش عارفين نخش وحاجات زي كده. طب انا بصينا كده في اي جنب هنقول لك جوين وز اس فري او انضم الينا مجانا. هنضغط على كلمه انضم الينا مجانا دي ونضغط على زي ما احنا مش ماشيين في الخطوات كده. هيطلب منا نحط اسمنا وايميل والبيانات المطلوبه ونضغط كلمه التالي. قبل ما نضغط كلمه التالي حط اسمك فوق، اسم تحت، حط الايميل اللي انت عامله، جيميل بقى، هوت ميل، اي حاجه زي ما احنا شرحنا كده. الايميل بتاع الوزاره بتاعك شغال حبا، بس لو من بره قبل يخش ما قالش فشل التصديق يبقى خلاص مفيش. احنا بنحاول نعمل ايه؟ حل ان احنا نخش ازاي على بنك المعرفه. اكتب اسمك واسم العيله، اكتب الايميل بتاعك تحت اللي انت عملته، تليفونك، رقمك القومي هيظهر تحت زي ما انت شايف كده. اختار يوم ميلادك، الشهر، السنه، واضغط كلمه التالي. واعمل الانهاء زي ما احنا عملنا كده. خلاص كده انت ايه؟ قال لا طب ما احنا ما فتحناش، لو رجعنا تاني ودخلنا الايميل هيدينا برضه فشل في التصديق. تمام، احنا ما عملناش حاجه كده. معاك ايميلك بقى اللي انت كنت مسجل بيه حالا، خليك فاكره زي ما احنا قلنا، وكلمه السر بتاعتك. روح على الايميل بتاعك، على الايميل افتحه. في الرسائل بتاع الايميل هتلاقي بنك المعرفه بعت لك رساله تنسخ الرابط ده زي ما انا عامل كده، وتروح تفتحه في اطار جديد هيحولك للشكل ده. بيقول لك انت حط كلمه سر جديده واكدها. تمام؟ لو انت عايز تسيب اللي انت كنت حاططها اللي فاتت في هناك مش قصه، حطها تاني واكدها. هيفتح لنا الشكل ده، دخلنا ببنك المعرفه. ايه الفكره ببنك المعرفه بقى؟ اللي بيفرق عن ال MS وكده، ولو انت مسجل فيه بالكود ولا بالايميل هيقوم مدخلك على طول. بتفرق عن المذاكره الرقميه، بتفرق عن حصص مصر، بتفرق اللي انت هتشوفوه ده. مواد كلها موجوده كصفحه من اول رابعه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. بتختار السنه الدراسيه اللي انت بتدرس فيها، وتقدر تتحول بقى، تحولها من اولى لثانيه لثالثه زي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده بس كده؟ طب ما انا ممكن اجيبها من بره. لا مش ده بس. يعني ايه بنك معرفه الاول؟ هو مجموعه لا نهائيه من المعلومات تقدر تعمل فيها في السيرش اللي انا هكتبه ده كده، وتكتب اي حاجه عن اي ماده هتظهر لك بالشكل ده. وليكن مثلا هنجرب المثال اللي احنا بنعمله قدامكم ده، فبقى معانا كل ده متاح. مجموعه اسئله كبيره فيها فيديوهات، فيها مش عارف ايه، فيها مجموعه كم اسئله تقدر تختار منها اللي انت عايزه. اي كلمه تيجي في دماغك علميه هتكتبها في السيرش ده هتبان قدامك، كل ما يقرب لها من صله من بعيد او قريب زي ما بيقولوا. دي فكره بنك المعرفه، ان انت بتدور على اي كلمه علميه او في الماده بتاعتك او اسئله عن ماده معينه هتظهر لك بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يبقى احنا كده قدرنا نتغلب ازاي نخش بنك المعرفه. بنعمل ايميل الاول، وانا شرحت كده في الفيديو اللي فات، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت. ونبدا نخش نسجل بياناتنا
ونبدأ نفتح بنك المعرفة بالطريقة اللي احنا عملناها دي. الموضوع سهل جدا اهو، لغاية ما هم يفعلوا بقى الايميل يشغلوه، مش قصة. يبقى احنا عرفنا نخش. لما يشتغل الايميل هنقول لكم ازاي تعدلوا بياناتكم عشان ترجعوا تاني الايميل الموحد. الموضوع سهل جدا، ما تقلقوش من اي حاجة. اللي مش فاهم اي حاجة معاك اخصائي في المدرسة، روح اسأله هيقول لك تعمل ايه. في كم فيديوهات كتير، مش شرط انا. خش اتفرج على الفيديوهات دي، شوف انت هتعمل الحاجات دي ازاي. اللي يريحك واللي يكون فاهم منه اشتغل معاه. كانت كل الفكرة ازاي نتغلب على عدم دخول بنك المعرفة. بالتوفيق للجميع. اي حاجة انتوا عايزينها، رسالة في الفيديو او الطلبة اللي معانا ابعتوا لنا على الجروب. سلام عليكم.